أهلا بيكم متابعيني الكرام في حلقة جديدة من مسلسل فهد البطل. تبدأ الحلقة لما فايزة بترفع السلاح على فهد وبتقول له فين ابني، وبترفع عليه فين، لو بترفع له التليفون وبتنده على ريكو وبتقول له انت، بقول لها هقولك على كل حاجة. بتقول له وديت ابني فين، انت اللي اخدته. بتنادي على ريكو بتخليه يجيب الممرض اللي هو كان في المستشفى، وبيقول ان هو ده اللي فعلا اللي خطف ضياء. وبعد كده بتقعد تقول له فين ابني، وبتبقى هتموته وبتضربه، فبيحوش هاريكو عنه وبقول لها انا ماليش ذنب، انا والله ما اعرف ان هو ابنك. وبقول لها على اللي حصل، انا كل اللي توفيق التمساح هم اللي قتلوه. بتقول له طب وديتوه فين، بقول له ان هم اتقتل. طب بتقول له طب انا عايزه اعرف جثته فين. بقول لها انا ما اعرفش هو فين، انا كان لازم امشي وما كنتش اعرف، والله ما كنت اعرف ان هو ابنك، ولو كنت اعرف ما كنتش هوديه. وبعدين بقول لها انا هتفق معاكي، انا اصلا هقول لك على السر، انا اصلا جايه انتقم من توفيق التمساح لانه هو قتل ابويا وقتل قدام عينيا، وانا لازم انتقم منه وهجيب لك حقك وحق ضياء. بعد كده بيغمى عليها وبياخدها يوديها على البيت، ولما بتفوق بتعرفه قصتها وان هو غدر بجوزها وان هو ضحك عليه وهو السبب ان هو يجيله جلطه وما بتكلمش ولا بتحرك. وبتحكي له قد ايه هي تعبت في حياتها، وهي اللي وقفت جوزها عشان ترد له الجميل من تاني والمحجر والشغل كله، وهي اللي نزلت السوق. وبتتفق مع فهد ان هم يقضوا على على التمساح، على توفيق التمساح وابنه، وانها لازم ينتقموا منه، بس هو يكون صاحي ويتعذب ويشوف كل ده قدام عينيه، وان هو يجيب لها حفيدها ابن ضياء علشان هي تربيه وتخلي بالها منه ويبقى حاجه من ريحه ابنها. وقبل ما بيمشي بيسألها مين اللي جاب لها التليفون من بيته، فبيعرف ان هي ولاء. بيروح على كناريا وبيسأل على ولاء على البيت وبيسأل على ولاء. بيقول لها، فبتقول له كناريا بتبقى فاكرة ان هو عارف حكاية ان ولاء هي اللي بعتت الرسالة من تليفونها عشان راوية. بعد كده بتكتشف ان هو اساسا ما يعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده، وكل الموضوع ان هو سرقت التليفون بتاعه. بعد كده بنيجي عند غلاب وهو رايح لعمرو في القاهرة، وبيتكلم معاه وبيقول له ان انا كنت جاي في الشغل فقلت اعدي عليك. بيقعدوا مع بعض وبيلاقي ورق موجود، فبقول له ده ايه، بيقول له ده ملف الولد اللي هو فهد اللي هو شغال عند توفيق التمساح. انا مستغرب جدا ازاي ان هو جوزه لاسيا، لانه هو اساسا رد سجون، وكمان كان متربي في ملجأ هو واخته وما لهمش اب وام. بقول له يعني ملوش اب وام، بقول له لا لهم اب وام بس متبنيينه من الملجأ. بعد كده بيروح فهد على توفيق التمساح وبيقول له عاش من شافك، فبقول له ان انا موجود بس كنت بفكر، وانت طبعا حمايه وانا همشي معاك الموضوع وتحت امرك. فبتيجي اسيا بتقول له انت ايه اللي جابك هنا وبتطرده، فبيبص لها. وبعد كده توفيق بيقول لها عبي اسيا ده جوزك وابو وابنك، ما ينفعش ان انت تعلي صوتك عليه. وبقول له ما تزعلش، ده دلع بنات. بعد كده بنيجي عند مشهد صبحي وهو نازل عند عيلة البكروة وبيقابل الكبير بتاعها وبيقول له ان انا عندي ليك رسالة. فبقول له رسالة من مين، قاله من واحد عزيز علينا وكويس جدا، ومعايا امارة ليك ان هي ان هو ليه جميل في رقبتك. فبيستغرب. وبعد كده بيكون بنته راحت لوفاء في البيت وبتقول لها ان انت تطلعي لابويا في الدير يوم المولد من غير ما حد يعرف وتكوني لوحدك. بعد كده فهد بيقابل ولاء وبيشدها، فبتقوله انت بتشدني كده ليه، بقول لها انا عايز اعرف انت عملت كده ليه، وبيعاتبها. فبتقول له انت السبب، عشان انت جرحت قلبي وكسرت قلبي، وانت عشان اوصلك لهاشم وشوقي وابويا لازم ان انت تطلق كناريا وتتجوزني. بعد كده بنيجي عند عجيبة وهي رايحة تهدد دكتور الصحة ان هو ضرب البنت اللي كانت في الفيديو مع ابنه. فبقول لها انا ما عملتش اي حاجة وما اقدرش اعمل الكلام ده كله، حتى لو عدوي ما اقدرش اعمل له كده. فهتقول له انا هصدقك بس الاتفاق بتاعنا ماشي. فبقول لها راجع نفسك، ده روح انسان وانا ما اقدرش اعمل كده. فبتقول له الكلام ده ملوش اي لازمة، واللي انا قلته لازم يتطلب لإلا اما هتشوف حاجة هتزعلك جدا. بعد كده بنروح عند راوية، بتكون راح تقابل نادر التمساح. فبتقول له انت عاوز ايه، قال لها انا نفذت اللي انت طلبتيه، انت طلبت راس شامل وانا موته. فبتقول له هو مات موته طبيعيه، بقول لها الكلام ده اللي اتقال لكن ده مش الحقيقه. بعد كده بنرجع عند فهد وهو رايح يقابل ريكو وبياخدوا معاه عشان يعملوا مصلحه. فبقول له انت من طريق وانا من طريق، بعد اللي حصل ده كله انت ليك مصلحتك بس، وانت عرفتيني علشان خاطر ان انت تنتهي من توفيق التمساح، وانا مش حابب الطريقه دي، فخلينا اصحاب من بعيد لبعيد. بعد كده بنيجي عند مشهد دكتور الصحة بيكون رايح لغلاب علشان يحكي له اللي حصل، ويحكي له عن عجيبة ان هي بتهدده بفيديو
مش كويس لابنه. بس للأسف ما مش بيلاقيه، وبيقول له إن هو في مصر، بيقول له طب اديني تليفونه، بيقابل الغفير بتاعه فبيقول له اديني تليفونه، فبيقول له تليفونه بيبقى مقفول، فأنا مكانه قُل اللي أنت عايزه، فبيقول له على الموضوع وبيقول له ده سر ما حدش يعرفه. بعد ما بيمشي بيروح لعجيبة وبيقول لها على الوضع، ويقول لها إن هو عارف كل حاجة، فبيهددها فإنها تقابله، فهي بتقول له أنا كنت هاقول لك، بيقول لها ما قُلتيش ليه، فبتقول له أنا كنت هاقول لك بس الكلام ده ما يتقالش هنا، الكلام ده يتقال على رواقة، وبتتدلع عليه وبتلعب عليه وتمثل عليه، بتخلّيه بيقول لها لأ الكلام ده كله ما ينفعش، أنا هاستناكِ في البيت بتاعي القديم أنتِ عارفاه، وهو متدوّر، فبتقوم ماسكاه ضرباه وبحجر ولحد ما يُقع على الأرض، بتمسكه تخنقه بالطرحة وبيموت. بعد كده بنيجي عند كناريا وهي نازلة من البيت، وبيكون في عديلة اللي هي متفقة مع مريض حيدر، ومعاها 2 ستات بيمشوا في البيت وبيمشوا في الشارع، وأول ما بيشوفوا كناريا واحدة فيهم بتمثل إن هي أغمى عليها، وبتقول لها ده هي تعبانة، ابنها طردها من البيت وبس إحنا عايزين نرفع لها رجليها بس مش هينفع في الشارع، فبتقول لها طب تعالي أنا ساكنة هنا، وبتطلع معاهم البيت وبتقعدها وبتدخل تجيب لها كوباية مَيّة. بعد كده بتطلع بيكون جايبين مناديل ورشين عليها مخدر وبيخدروهم وبيمسكوها يضربوها لحد ما بتقع في الأرض ويغمى عليها هي وأمها. في الوقت ده بيكون فهد متفق مع ولاء إن هي تسلمه هاشم وشوقي زي ما هي قالت له، وبعد كده بيروح يستناهم وهي بتطلع تقابلهم، وأول ما بتشوفهم بيكلموها وبيروحوا عشان يقولوا لها هاتي الدهب اللي انت جبتيه، فبيطلع عليهم فهد وواحد زميله معاه فبيجرم، وأول ما بيشوفوا شوقي بيطلع يجري وبتكون جاية عربية فبتخبطه وبيموت. بتبدأ ولاء تقعد تعيط وتصوت، بياخدها فهد ويروحوا على البيت، وأول ما بيدخلوا بيكون بيلاقوا كناريا مرمية في الأرض ومغمى عليها هي وأمها، بياخدها يوديها على المستشفى وللأسف بتكون سقطت وهنا بتنتهي أحداث حلقة اليوم. أشوفكم على حلقات جديدة إن شاء الله، انتظروني، ولو وصلت معايا لحد هنا يا ريت متبخلش عنها باللايك والشير والاشتراك في القناة لأول مرة تشوفها. سلام.